السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو الرابع من كورس C++. اليوم باش نحكيو على واحد من أهم مفاهيم البرمجة Data Types and Variables. الموضوع يبان سهل، أما في الحقيقة هو بوابة لعالم الميموري. وقت تفهمه بعمق تولي تعرف شنو يصير في الرام متاع البيسي متاعك. اليوم مش باش ناخذ الأنواع، باش نفهمو شنو يصير كي تكتب int x = 5. تصور معي الميموري كيما خزانة كبيرة فيها صناديق صغيرة storage box، كل صندوق عنده رقم خاص address باش تعرفه. الفاريابل هو اسم رمزي للصندوق هذا. وقتها تكتب int ag = 21، الكومبايلر يعمل 3 حاجات: يحجز 4 بايتس في الخزانة، يعطيها الاسم، ويحط القيمة = 21. يعني كي تقول age الكومبايلر يمشي يجيب القيمة من العنوان هذاك في الرام. كل قيمة لازم يكون عندها تايب، خاطر الميموري لازم تعرف how much space to allocate، يعني قداش تريزرفي لها من بلاصة في الرام. في C++ عندنا basics data types: int float والدبل char والبورد والstring. مثال: int age = 4، وعنا الفلوت يكون فيها height أو 1.2، وعنا char grade يكون فيها a. البورد is a student، safe نحطو true، string name نحطو أحمد. وعنا الميموري سايز: int تاخو 4 بايتس في الرام، والفلوت تاخو 4، والدبل تاخو 8، والchar تاخو 1. وقت تختار النوع فكر في الحجم والدقة باش تعمل optimization وتستعمل الرام بذكاء. الديكلاراسيون قلت للكومبايلر حضر لي فاريابل اسمه x. initialization قلت له حط فيه 5. لو استعملت x قبل ما تعطيه قيمة يطلع لك error. نصيحة: ديما اعمل initialization كل فاريابل قبل ما تستعمله. باش نقراو من اليوزر نستعملو int age، نعملو initialization للفاريابل متاعنا، من بعد هيك نطلعو له ميساج نحطو count enter your age، بعد هيك نعملو شين age هي اللي تقرأنا من عند اليوزر. بعد هيك نعملو count your age، بعد هيك نحطو الage الفاريابل متاعنا، بعد هيك years old. ذكر اللي سين يحترم التايب، يعني لو تكتب كلمة في بلاصة الرقم يطلع لك error. الفاريابل العادي ينجم يتبدل int x = 5، بعد هيك نعملو x = 20 عادي. أما الكونستانت ثابت ما يتبدلش، مثلا نعملو constant float e = 3.14، يعني البيم عمرها ما باش تتبدل. البينيفيتس: تحمي الكود متاعك من التغيرات بالغلط، توضح للبروجرامرز انه القيمة ثابتة، تساعد الكومبايلر انه يعمل اوبتيميزيشن. اول حاجة نمشيو نعملو فايل جديد ونسميو exercice en C++. نمشيو نعملو include iostream، بعد هيك using namespace std .virgule، ونعملو int main، نحلو الكورلي بريس متاعنا، نعملو return 0، ونبداو نكتبو الكود متاعنا. أول حاجة نعملو const float rate متاعنا اللي هو باش يكون 0.3، بعد هيك نعملو float نحطو دينار DND count، طلعو ميساج لليوزر enter amount بعد هيك نعملو السين، نحطو الفالور هذاك في الدينار، بعد هيك نعملو float يورو DND فوا rate point virgule، نعملو افيشاج للريزلتا متاعنا equivalent in Europe، ونحطو اليورو متاعنا point virgule منساوهاش، ونمشيو نرانيو الكود متاعنا. نحطو 305 مريك جاونا بها. تعداو للإكزرسيس الثاني، نفسخو الكود القديم ونخليو الحاجة ستاتيك. نعملو float ونحطو 3 variable A B C، نعملو count enter
ماركس دخلوا النوت متاعنا 3 بعدكي نحطو سين أ ب والسي بعدكي نعمل فلوت افيجي اللي هو الافريج نجمعهم 3 ونقسمهم على 3 بعدكي نعملو افيشاج لو ريزولتا متاعنا كاوت نعملو average equal الافيجي متاعنا منساوش البوان فيرغول ورانيو الكود نجربو نحطو 10 و15 و18 معدل 14 33 توا نبداو بالإكزرسيس الثالث متاعنا نفسخو ونخليو الحاجة ستاتيك نعملو كونست نعطيها دبل بي 3,14 بعديك نعملو دبل اير بعديك نعمل كاوت نقولو انتر radius بعديك نعملو السين متاعنا ونعطيها الفالور اير دبل راي المساحة متاعها الفورميل متاعها بي في ايرو كاري اللي هي اير فوا اير دبل توا باش نحسبو المحيط متاع السيركل نعملو 2 فوا بي فوا اير والريزلتا متاعنا زوز نعملولهم افيشاج الاري والمحيط متاعها نحط array and line نشغل السطر كود كوبيوها نعاود كوبيوها مرة أخرى بوان فيرغول نحطها الماجسكول ونرانيو الكود متاعنا نعطيو الفالور تاع الاير اللي ما محفظناش الداتا تايبس اللي ما فهمنا الفاريابلز والميموري الوكيشن في الفيديو الجاي باش نحكيو على الاوبريتورز arithmetic and logical operation لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشارك تطبيقاتك في الكومنتس نشوفكم في الفيديو الجاي سلام